السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اوكي، الفيديو ده انا عارفه ان انا اتاخرت فيه حبه. هو كان مفروض ينزل بدري عن كده، بس نظرا لان اخر شخص هيبتدي كليه في مصر هو انا، حسيت اللي هو انا لسه بدري قوي عليا، فنسيت ان معظم الكليات هتبتدي يوم 20/9 هنا في مصر. انا الكليه الوحيده اللي هتبتدي يمكن بعد يوم 20 باسبوع او 10 ايام، لسه ما اعرفش بصراحه، فعشان كده اتاخرت في تصوير الفيديو ده. بس خلاص لازم بقى اصور بجد. اولا بعتذر لو باين على عيني انها تعبانه شويه، بس عشان انا اليومين دول بعاني من جفاف في عينيا وحساسيه شديده، فانا اسفه لو هي باينه انها تعبانه ليكم. فيديو النهارده هيكون عن اساسيات شنطه الجامعه. خلينا قبل ما نبتدي اساسيات شنطة الجامعة فهنتكلم عن اساسيات لبس الجامعة عموما بالمختصر كده. لبس الجامعة انا ما احبش ان انا احط له حاجة معينة واقول ان ده مفروض يتجاب 1 2 3، عشان انا ما بعملش كده اصلا. كل واحد على حسب الستايل اللي هو بيريحه ان هو يجيبه، يحب يلبس ايه، يحب يلبس الوان ايه، يحب يلبس الشكل عامل ازاي، فحاجة دي ترجع للشخص نفسه. بس قبل اي حاجه في اساسيه قاعده كده واحده خصوصا للبنات، يعني ان القاعده دي ما ينفعش من غيرها، ان هو لازم يكون اللبس ده بيرضي ربنا، بس غير كده يعني اكيد مفيش خلاف على حاجه زي دي. فاللبس ده انا مش هتكلم عنه بصراحه، لان مش شايفه ان كل واحد براحته يختار اللي هو عايزه على حسب هو عايز يجيب ايه. نشوف اساسيات بقى الشنطه. دلوقتي هوريكم 3 انواع من الشنط اللي انا بستخدمهم من ساعه ما دخلت الكليه، او يعتبر من ساعه ما كنت في ثانويه عامه، لاني ما برتاحش غير للانواع دي في الشنط. في اشخاص هتلاقوهم بيحبوا يلبسوا شنط اصغر في الحجم، وممكن تبقى كروس صغيره، ممكن تبقى مش عارفه بصراحه، بتبقى الكتف الصغيره دي. بس انا ما برتاحش لانواع الشنط دي نهائي، لانها مش عمليه. ممكن تبقى لبعض الكليات عمليه وتفيدهم ويرتاحوا في خروجهم بيها، لان ما عندهمش حاجات كتيره يعملوها في الجامعه، مجرد بس واخدين نوتس صغيره معاهم وقلم ولا حاجه، غير كده هم مش محتاجين حاجه تاني. بس لو انتي كليتك كليه عمليه زي بالظبط كده، فانتي هتحتاجي شنطه كبيره بدون ادنى شك. يعني بستغرب اصلا على اصحابي ان هم بيبقوا معاهم شنطه صغيره في ان هم يحطوا فيها كل حاجاتهم، وانا بحس اللي هو ازاي بتعملوا كده؟ تلاقوا ان انتوا ما تعرفوش تتحكموا في اي حاجه. انتي كليتك عملي فما ينفعش والله الشنط الصغيره نهائي، دي نصيحه مني. بس برضو الفيديو ده يعني انا بقول نصايح، فاللي حابب ياخد بيها ياخد بيها، يعني انا مش جابره حد. بس هتلاقوا الفكره ان بجد الشنطه الصغيره دي مش عمليه نهائي، مش هتريحكم نهائي، لان انتوا معاكوا ادوات كتيره، حاجات كتيره هتحتاجوها من اكل وشرب، وخصوصا لو انتوا بتقعدوا فتره طويله جدا زي كده بالظبط في الكليه. لان انا بقعد يمكن ايام كتيره قوي، ممكن اقعد من الساعه 8 الصبح للساعه 8 بالليل، يعني حاجه صعبه قوي. فهتبقوا محتاجين حاجات كتيره قوي معاكم في الشنطه. خلونا بقى نبتدي في انواع الشنط اللي انا بحب اشتريها وبحب البسها، لانها رقم 1 في حياتي بجد. اوكي، خلينا نبتدي باول شنطه، وهي الشنطه بتاعتي اللي انتوا عارفينها واللي انا دايما بخرج بيها في اي مكان، اي خروجه، حتى لو انا خارجه خروجه عاديه مع صحابي، فانا بحب ان انا البس الشنطه دي بجد. يعني هي عزيزه جدا عليا. الشنطه دي كانت عندي من وانا في اولى ثانوي، فبجد انا بحبها جدا، مريحه جدا، بتاخد كل حاجه انا محتاجاها، بحس ان انا ماشيه مرتاحه وانا لابساها. فاللي هو بجد الشنطه دي عزيزه عليا جدا. شنطه ظهر عاديه، فيها سوستين بس حرفيا، هنا في سوسته وهنا في سوسته تانية. اوكي، الشنطه عصلجت معانا عشان تفتح. اوكي، وهنا هنلاقي في جيب تاني هنا. بس كده دي الشنطة، بس بجد مريحة جدا. ممكن تاخديها في الايام الخفيفة عندك، ما تكونش مثلا محتاجة ان انت تاخدي ادوات كتيرة، مش محتاجة مثلا ان انت مش هتقعدي وقت كتير في الكلية، فالشنطة دي حرفيا هتسهل حاجات كتيرة. يعني انا من الاشخاص اللي باخدها ايام الامتحانات، بتريحني جدا، بحس ان انا مش شايلة حاجة على ظهري تقيلة، بس فيها كل حاجة انا برضو عايزاها.
اوكي، ودي تاني شنطة معانا. الشنطة دي كنت جايباها السنة اللي فاتت، يعني جبتها في اول سنة كلية، والشنطة دي عزيزة عليا قوي وبحبها جدا، شكلها ولونها يعني حاجة حلوة قوي، انا بحبها قوي. الشنطة دي شنطة ظهر كبيرة، ومن النوع اللي بيستحمل، يعني هتلاقوها زي انها مبطنة كده من جوه، مش عارفة يعني اقول عليها ايه، بس من اللي هي الشنط اللي بتستحمل التابلت، اللاب، ان الحاجات دي تتحط معاها من غير ما تحسي انها تقيلة قوي، او من غير ان انت تخافي على التابلت او الجهاز بتاعك جوه خايفة ان هو يتكسر ولا حاجة. لا، الشنطة دي هتحميه بجد. فهي الشنطة مخصصة لكده اصلا، فانا حبيت ان انا اجيبها، لان انا من الاشخاص اللي بيستخدم التابلت واللاب في الكلية بتاعتنا كتير. ف انا مش من الاشخاص اللي بيكتب بالورقه والقلم كتير، انا عموما بستخدم التابلت بس في المذاكره في كل حاجه حرفيا، فانا برتاح اكتر على مذاكره التابلت وفي استخدامه ان انا اشوف المحاضرات بتاعتي وكده، فعشان كده هو طول الوقت معايا. فانا بحب الشنطه دي وباخد الشنطه دي وقت ما انا بكون واخده اللاب معايا. شوف الشنطه دي فيها كام سوسته. هنا عندنا تحت في سوسته صغيره، سوسته عاديه، وفي نفس الوقت ما تبانش ان كانها سوسته موجوده حرفيا، تلاقوها كده الجيب هنا ده مخبيها كده. وهنا عندنا السوسته دي. السوسته دي بقى اللي انا بقول لكم عليها المبطنه، تقدر تحطي فيها اللاب او التابلت بكل سهوله من غير ما تخافي يعني وكده، فبتحسي ان هو داخل جوه، ما تحسيش ان هو مثلا ممكن تحصل له حاجه او انه يتخبط ولا حاجه، لان هنا في طبقه حمايه موجوده في السوسته دي. هنا عندنا السوسته الثالثه، دي برضو سوسته كبيره وواسعه، مفيهاش اي جيب تاني جوه، هي واسعه كده. نيجي الرابع السوسته، وهي السوسته الكبيره الاخيره. وهنا هنلاقي عندنا مش عارفه باين ولا لا، هنلاقي عندنا جيب هنا جوه كده، ودي بتتحط يعني زي مش عارفه زي حزام كده، تقدري تحمي بيه الحاجه لو انت برضو حاطه جهاز كبير، اماكن للميه، او بحط حرفيا فيهم مفاتيح البيت، فبستغلها في حاجات كتيره حرفيا. الماسكه بتاعتها اللي هنا عباره عن طبقه حمايه، فبجد مريحه جدا، بحبها قوي. هنا اليدات بتاعتها اللي على الظهر برضو مبطنه، يعني بتخلي الكتف ما يكونش وجعك قوي، بتريح حرفيا قوي. طبعا انا حاطه لها هنا شكل بسيط جدا بعمل بيه الحزام من هنا، وعشان ما يفكش حاطه الشكل ده، هما بدبابيس اصلا فمريحاني انها ما تفكش او احس انها تفك كل شويه، او ان انا اضطر اربطها ولا اي حاجه. اوكي، ودي اخر شنطه معانا، والشنطه دي انا لسه جايباها السنه دي. الشنطه دي عجبتني لانها هي عباره عن شنطه كروس، تمام، هي كده شنطه كروس، وفي نفس الوقت برضو تتمسك من هنا كده، فيها جيوب كتيره، فيها استعمالات كتيره، برضو ممكن استخدمها مكان اللي هي على الظهر دي في نفس الوقت تغيير، يعني هي صغيره. بدل الشنطه دي بدل ما البسها على الظهر ممكن اجيب واحده تبقى شكلها كروس وفي نفس الوقت شكلها حلو. انا ممكن ما تعجبهاش الشنط اللي زي دي، بس انا عشان بحب الحاجه العملي اكتر من الشكل نفسه، فهكون مرتاحه في انواع الشنط اللي زي كده، في نفس الوقت جامده، في نفس الوقت ممكن ما تتقطعش مني بسهوله من غير ما اخاف انها مثلا جلد تتقشر اي حاجه، في ظروف كتيره بتحصل فيها المواقف البايخه دي، فانا بفضل الشنط اللي من نوع القماش ومن النوع الجامد ده. وهنا بقى نفتح ونشوف السوست اللي في الشنطه دي. هنا مفيش سوسته، بس هي مجرد شكل بس كده، فشكلها كيوت. وهنا عندنا سوسته صغيره برضو لجوه، فحلوه برضو، ممكن تحطي فيها اي حاجه سهله قصادك. وهنا عندنا سوسته تانية كبيره ما فيهاش اي جيب حرفيا جوه، هي بس سوسته كبيره كده. وفي عندنا هنا سوسته كبيره ورا هنا كده، دي سوسته كبيره فيها بقى جيوب من جوه، في من هنا زي جيب هنا كده زي جيب هنا، وفي سوسته تانية بجيب ورا في نفس المكان برضو، فحرفيا فيها 3 اماكن جوه، فواسعه وكبيره ومريحه، تاخد حاجات كتيره قوي معانا. وورا عندنا سوسته هنا، دي ممكن أأمن لها جدا اني اكون حاطه التليفون هنا، وفي نفس الوقت هو هيبقى من ناحيتي انا، فهبقى مأمنه عليه جدا، فا اوكي.
دي الشنطة. دول كده ال3 شنط الانواع اللي انا بفضلهم، منها شكل 2 على الظهر، واحدة كبيرة عشان الايام الطويلة عندي واللي انا بحتاج فيها ان احط الادوات المعامل عندي، والتانية تكون ظهر خفيفة لخروجات خفيفة ليوم خفيف في الكلية فتبقى برضو مريحة، والاخيرة شكل مختلف شوية هتبقى عبارة عن كروس او ممكن انا استخدمها يعني امسكها باليد، فبرضو شكلها حلو. للاساسيات اللي لازم تكون جوه شنطة الكلية، خلونا نبتدي باول حاجه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده بحب احط مصحف صغير في شنطتي، في تطبيق مصحف على التليفونات ممكن نحمله ممكن اقرا منه، بس انا بفضل ان انا اقرا من مصحف. يعني بحس ان انا كده ايوه فعلا انا بقرا القران، فبفضل يكون معايا مصحف صغير، فده لازم يكون معايا في اي مكان انا رايحه حرفيا، فبيبقى معايا مصحف صغير في الشنطه. تاني حاجه واللي انا بعتبرها مهمه جدا في خصوصا بدايه الايام في الكليه بتكون لسه حر عندنا هنا مثلا في مصر، بحب ان انا اكون واخده معايا مروحه صغيره. واخده مروحه مش من اللي هي بتتمسك في اليد دي بصراحه، واخده اللي هي بتتثبت، يعني احطها كده قصادي وهي تهويلي براحتي بدل ما اكون ماسكاها في نفس الوقت طول الوقت في ايدي، فدي مريحه جدا. ممكن وانا قاعده في الكافيتيريا بتاعه الكليه ولا حاجه احطها قصادي لو الجو حر قوي، فدي تنفعني جدا في بدايه الايام الحر في الكليه، فانصحكم بيها قوي. المحفظه دي مهمه جدا، بتاكد انها محطوطه في الشنطه والا انا هضيع. انا خصوصا لو مشوارك بعيد وان كليتك بعيده، فانت محتاجه طبعا يكون معاكي فلوس، محتاجه يكون معاكي بطاقه، محتاجه يكون معاكي الاي دي بتاع الكليه، فدي لو مش معاكي كل حاجه انتهت. بتاكد جدا ان انا معايا محفظه تكون صغيره ومريحه. ما بحبش برضو المحافظ الضيقه، ما بحبش تكون محفظه ما اعرفش احط فيها الفلوس بتاعتي. ايوه ممكن نكون بنستخدم الكريدت كارد والحاجات دي، بس ممكن اماكن ما تكونش ينفع فيها تعملي الكريدت كارد، فبتبقي محتاجه فلوس معاكي. فانا بفضل المحافظ اللي بالشكل ده اللي هو تكون ليها من هنا فتحه، ويكون عندنا هنا سوسته صغيره يكون فيها الفلوس. بس كده الحاجات المهمه جدا ان انت تكوني لازم حطاها قبل ما تنزلي تروحي للكليه، ولازم تكون معاكي في الكليه برضو عشان تجدديها، لان هو مهم قوي. الصن بلوك يا جماعه، انا الصن بلوك ده يعني اول ترم في الكليه انا ما كنتش مواظبه عليه، فانا عشان كليتي في صحراء حرفيا، يعني مش عارفه اوصف لكم ازاي المكان، بس هي صحراء بجد، الشمس بتبقى حارقه بشكل شديد، فانا اول ترم ده ما كنتش مواظبه نهائي على الصن بلوك، ف كاني كنت راجعه من مصيف في شهر 11 و12، اللي هو ازاي مش عارفه، بس اتس اوكي. بلوك مهم قوي بجد والله، فانا بستخدم صن بلوك بتاع ريجينكس، حرفيا حلو قوي، من اجمل منتجات ريجينكس اللي انا جربتها، مريح جدا لبشرتي خصوصا البشره الدهنيه زي كده، ما يحسش ان مع الزيوت اللي بتطلع اصلا من وشي مع ان هو ككريم، يعني ان احس ان هو يضايق البشره ولا حاجه، لا بالعكس مريح جدا. البشره بتمتصه بسرعه قوي، يحافظ لك اطول وقت ممكن على البشره، هو كمان تحسيه مرطب في نفس الوقت، وكمان حرفيا بيحافظ البشره جدا من انها ما تسمرش حقيقي. يعني انا ساعات ممكن ما اجددهوش، بس بجد مخلى بشرتي ترجع احسن من الاول، الاسمرار اللي كان موجود ده اختفى نهائي. تبقى معانا مهمه قوي. فانا بستخدم طبعا لونا، فبحب ان انا اخد اللي هو بالشكل ده ان احطه في الكليه، فمرطب شفاف يعني ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش الوان. وكمان معانا هنا كريم مرطب للايدين خصوصا في فصل الشتاء، وعشان انا الفتره دي ايدي حرفيا بتتعالج ترطيب علاجيه، مش مجرد مرطبه للحظيه فقط، لا بستخدم بجد حاجه علاجيه. فافضل حاجه ان احنا نستخدم الجليسرين او زبده الشيا، فانا بستخدم طبعا منتجات لونا مهمه جدا سواء في فصل الصيف او في فصل الشتاء، فما ينفعش اي بنت تنزل من غيرها حرفيا. وهي السبراي او الديودرنت، اللي هو لازم بجد رائحة العرق دي ما تكونش موجودة خالص عند اي بنت، لان النظافة الشخصية من الايمان. ف
لازم جدا ناخد بالنا. فممكن ترشي اللي هو سبراي، ما بيكونش طبعا بيطلع ريحه، يعني ما يكونش فيه روائح يعني نفاذه ولا اي حاجه. او اللي هو اللي انا بستخدمه العادي اللي هو بتاع لونا، اللي هو التاني ده. انا بفضل طبعا لون التاني، بس باخد ده معايا اللي هو كسبراي عشان لو معرفتش استخدم التاني، فده بيكون اسهل لي في الكليه جدا. لازم تكون معايا في الشنطه، لان بتحصل ظروف حرفيا ربنا وحده اللي يعلم بيها، بتبقي محتاسه في اوقات، خصوصا لو كليتك ما فيهاش زي صيدليه او حاجه تاخدي منها علاج. فمثلا ممكن يجيلك تعب بطن فجأة، تحسي ان انت محتاجة تاخدي حاجة للصداع، ايا كان التعب اللي ممكن يحصل او يحصل ليكي، خصوصا لو انت عندك بتعاني مثلا من حاجة معينة ولازم تاخدي دواء لمرض عندك معين، فانت لازم تكوني مواظبة على الحاجة دي. العلاج مهم يكون معاكي. وهنا معانا سبحة الرقمية، او ممكن انا من الاشخاص اللي بيفضل يسبحوا على ايديهم، بس اسبح في الطريق، ف حاجة يعني لازم تكون معانا بجد كشخص مسلم. هتستفاد جدا من الطريق الطويل لو انتوا زي يعني الطريق يكون طويل فتقعد تستغفر ربنا. الحاجة وهي المقلمة. طبعا انا مش بحط كل حاجه في المقلمه دي، بس انا مجمعه فعلا معظم الحاجات فيها، فهوريكم المقلمه التانية اللي انا بحط فيها الحاجات. اوكي، دي المقلمه بتاعتي. بحب المقلمات تكون شفافه وبسوسته واحده، بحطها معايا في المقلمه بتاعت الكليه اللي انا ممكن ما اخدهاش، ممكن استغنى عنهم حرفيا، بس يعني من حب التطلع للدراسه فباخدهم معايا يمكن اول اسبوع، وبعد كده حرفيا بيتشالوا من شنطتي. بس في بعض المحاضرات في دكاتره بيخلونا ان احنا نكتب الملاحظات المهمه، فبتكون معايا الادوات دي عشان اكتب الحاجات المهمه، في نفس الوقت بدل ما اقعد اكتب بقلم جاف بس، فاحس ان انا بعمل تغيير في حاجه، يبقى معايا قلم جاف طبعا. وهنا قلم رصاص برجح، بس هما دول حرفيا ان انا اكتب بيهم، ما بحبش اكتب بحاجات كتيره ومختلفه. كوريكتور عشان امسح اي حاجه لو اتلخبطت، واستيكه وبرايه. اخر حاجه قلم هايلايتر، طبعا باللون المفضل ليا الازرق. الكليه فجاه الضفر مثلا يتكسر، فجاه مثلا تطلع حاجه من هنا كده في الضفر تخليكي تحسي ان انت مش طايقه نفسك طول المحاضره، فبتبقي مش عارفه تعملي ايه. فليه نحتاس؟ واحنا ممكن نجيب المبرد بتاعنا، وانا طبعا بفضل المبرد يكون حديد. دي القصافه بتاعتي، ودي قصافه شكلها كيوت جدا طبعا باللون الازرق. معايا بنس وتوك للشعر. كمان لو معاكي علبه دبابيس صغيره للحجاب، لان بتحصل برضو اوقات غالبا الحجاب بيتفك بطريقه يعني فجاه الدبوس يحصل له اي حاجه يتكسر. معايا نوت بوك صغيره جدا بحب اكتب فيها الحاجات السريعه اللي انا محتاجه اكتبها. مرايه صغيره لان ممكن التليفون ساعات كاميرته ما بتظبطش الحاجه اللي انت محتاجه ان انت تشوفيها، في مثلا ان انت في محاضره ومحتاجه ان انت تشوفي الحجاب ولا اي حاجه، فمش عارفه تنزلي الحمام ولا حاجه، فلازم يكون معاكي مرايه صغيره. يعني هو مش قلم، هو عباره عن هو بحط فيه الكحول، عشان انا شخص ما ينفعش ما يكونش معاه كحول في الكليه. ليه؟ عشان انا كليه طبيه، وعشان انا بستخدم حاجات لازم تتعقم، وحاجات لازم اكون معقمه ايدي قبلها وبعدها، نظرا للحاجات اللي انا بمسكها زي الكائنات اللي انا بمسكها، فلازم اكون معقمه ايدي او قبل او بعد